بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شلونكم غالياتي؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. بنات بديت بالريوق بقطعتين من التوست والحليب. هنا حضرت للغداء زلاطة مختلفة كلش تماما، جزر، بصل الأخضر والكرفس، عليها عصير ليمون، تطلع ولا أروع، مشبعة بشكل بنات. راح تجربوها وتعطوني رأيكم. ما حبيتوا تخلون الأضف الطماطة ولا شيء، هذا كله ما ضفته طبعا. هنا شنو عندي؟ حضرت لوجبة الغداء دجاج. بنات تقدرون انتو اهم شي اي تمن ومرق، بس اهم شي مو مقلياتها اذا متبعة نظام صحي وتريدين تنزلين وزنك، او يعني شنو تحبين. اهم شي المرقة تكون مو مقليات، او الغداء مشويات دجاج سمك، شوف شنو عندك. تمام، بس المرقة اذا شفتيها مقليات انتي تجنبيها. التمن اهم شي يكون بزل، يعني مبزول، ولا تخافين، بس اهم شي ما تكثرين. دائما خلي الاكل بماعون صغير، يعني وسط، حطي لك بيه كفتشيرين. واهم شي تقدمينه ويا الوجبات الاكل الزلاطه. والله العظيم صحيا طبعا ما راح ينزل وزنك وشكلك يتغير وتضوجين ليش؟ اذا كثرتي بالاخص هاي الزلاطه. وحتى لو ما متوفره عندك الفواكه، الخضروات، سوي لك زلاطة من الخضروات. متوفرة الفواكه سوي، ما متوفرة شنو الموجود سوي، ما موجود ماكو مشكلة، سوي زلاطة مالت المخضر عادي، مثلا الخيار الجزر الفلفل. دائما حتى لو ما موجود عندك اي شيء، مثل هاي الزلاطه اللي شفتي هسه مجرد بصل وجزر، هم سويها والله تساعد هوايه بطريقه الاكل. وهنا مثل ما شفتي الدجاجه سويتها بهاي الطريقه، مجرد ما اريد اشويها. طبعا ما اقول لكم الشوي بالتشيز كلش سهل وكلش ينطي نتيجه حلوه. تمام غالياتي، انا منزله الطريقه مفصله بقناتي الثانية اللي هي ملكة القمة والذوق الأساسية. وهنا حبيت أعيد التفاصيل وأبين لكم وأشرح لكم شوية عن طبيعة الأكل. قلنا الظهر عادي، كلش عادي. والله العظيم أنا على هاي الطريقة نزلت 20 كيلو، بس من أسوي مرقة بيها للأمانة، بيها مثلا مقليات مثل التبسيات والهاي أتجنبها ما آكلها. أسوي لنفسي يا أما طماطة على الزيتون، على زيت الزيتون، يعني اقليها واكلها ويا التمن ويا مخضر. هنا طبعا هاي الشغله شوفوا انا بازله التمن ومجهزته، شوفوا مثل ما تشوفون. وعندي بيه بايت، البايت دائما اخذي اللي باقي مثلا قبل يوم. اذا انت كنتي ما تطبخين مثلا وحده من العائله، خلينا نقول اذا تطبخين دائما حاولي اللي يبقى، انا دائما اكثر بالطبخ على مود يبقى اللي بايت هو صحي اكثر، يعني مو بايت لفد 4 5 ايام، يعني هاي اللي بات مال ليلة وليلتين. وشوفوا الدجاجة وما شاء الله. طبعا تقدرين تاكليها على قطعة من الخبز، خلينا نقول نص خبزة ما بيها أي شي. وأني أحكي لكم عن تجربة وهاي الدجاجة مثل ما تشوفوها مفسخة تفسخ. جينا هنا مثل ما قلنا إذا متوفر عندكم الفواكه، هاي تفاحة قطعتها بهذا الشكل وعصرت عليها ليمون، برتقالة، عندك خس، عندك لالنجي، عندك رمان ضيفي، ما عندك من هاي السوالف لا تضيفين. الخس ضفته إضافة ثانية لأنه أنا مو يعني ما هالقدر أرغب آكل خالي، فكلش طيب صار ويا الزلاطة، صار إلى طعم، أو سلطة الفواكه هاي كلش طيبة والله، وما تحتاج أي سكريات مثل ما يضيفون بالسلطات الفواكه الجاهزة، يضيفوا لها تدرون عصير برتقال. تمام، جينا لوجبة العشاء. هاي فرضيات بنات باللي متوفر عندكم كأفكار أنطيكم. هنا أنا سويت حمست البصل. شنو عندي؟ عندي بوتيتة مسلوقة على زيت الزيتون أكيد، ونسبة قليلة، حتى لو زيت الزيتون لا تخلينه هواي. عندي 4 بيضات، وعندي بوتيتة مسلوقة. طبعا إذا كنتي نفر واحد لتسوين هاي الكمية، أو إذا كنتي تحبين تسويها وتحتفظين بيها من النوع اللي يتعاجز، عادي ضميها واحميها اليوم الثاني مثلا بالمايكرو، ماكو أي مشكلة. تمام، قطعتها بهاي الطريقة هي والبوتيتة. بعد ما حمست البوتيتة المسلوقة على البصل، راح أضيف لها هاي طبعا البيض المسلوق. تمام، خليت ملح، وراح أخلي فقط فلفل أسود، إضافة كلش حلوة. تعصرين عليها ليمون روعة، تضيفين عليها تردين، بس أنا ما أقدر هاي الإضافات. وهاي كانت وجبة عشاء كلها باعتبار وجبة عشاء صحية.